السلام عليكم حبيباتي، كي راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا لاباس وتكونوا كاع بخير. اليوم البنات غادي نديروا مع بعض وصفه خفيفه ظريفه اللي هي لا بيوري بالكبده تاع الدجاج. اول حاجه هنا عندي كميه تاع بطاطا كنت نقيتها وغسلتها وقطعتها الى قطع صغيره ودرتها تغلي مع الماء ودرت لها شويه تاع ملح. هنا البطاطا راهي تكمل في طيابها، وعندي هنا كميه من كبد الدجاج كنت نقيتها وغسلتها وقطرتها مليح من هذاك الماء. وعندي في المقلاة كميه تاع زيت كنت سخنتها مليح. ونبدا نقلي في الكبده. نقطعوها هكا الى قطع متوسطه الحجم ونبداو نقلو فيها. هنا نضيف الملح، نضيفو كميه تاع الملح، ونزيد نضيف الفلفل الاسود، ونضيف شويه تاع كرويه وشويه تاع كمون، ما نكتروش بزاف. راكم عارفين الكبده تبغي الكرويه وتبغي الكمون. نخلط كامل هاد المكونات مع بعض هكا باه الكبده تاعنا تجي بنينه وتجي منكهه بالتوابل. نكمل نقليها مليح، لازم نحمروها مليح نجمروها هكا باه تجي بنينه. هنا بعد ما تقلات لي الكبده نقلعها هنا على جهه، نديرها في طبسي على جهه، وفي نفس المقله ندير حوالي 3 سنينات كبار هكا تاع الثوم رابيتهم، نقليهم ونضيف عليهم التوابل نفسها اللي ضفتها في الكبده. فقط هنا زيت الفلفله حمراء، درت فلفل اسود، شويه كمون، شويه كرويه، ودرت ملعقه تاع فلفله حمراء، ودرت ملعقه صغيره تاع طماطم مصبره. هنا باين نديروا لاصوص تكون خفيفه، ما نديروش طماطم تاع الحبه، نديروا فقط الطماطم المصبره ملعقه صغيره فقط. نقلي هاد التوابل والطماطم مع الثوم ونضيفوا عليهم هنا كميه قليله فقط تاع الماء. انا هنا ما نحتاج كميه كبيره من الصلصه، نحتاج فقط كميه صغيره. ونحل هذيك الطماطم في هذيك الكميه تاع الماء، ونحركو كامل هاد المكونات مع بعض ونضيفو كميه تاع ملح. ما نكتروش الملح، ديجا الكبده تاعنا رانا دايرين لها الملح. نخلطو كامل هاد المكونات مع بعض ونخلوها هكا الطيب. هنا مقبل ما تتقع لاصوص تاعنا نضيفو هذيك الكبده اللي كنا قليناها مقبل، نضيفوها للاصوص ونخلطو، نخلوها تتشرب بيان هذيك لاصوص، نخلوها تكمل طيابها هكا مع بعض حتى لين تحصلوا على صلصه تكون عاقده وتكون ثقيله.
وهنا هذيك لاصوص تاعنا بعد ما طابت تولي بهذا القوام، تولي ثقيله وخاتره. حنا ما نحتاجوش هنا كميه كبيره تاع لاصوص، فقط هذه الكميه باه نقدموها مع لابوري تجي ثقيله هكا وخاتره. وبالنسبه لابوري كنت شاركت معكم وصفه من قبل، كنت نخلطها بالباتور، دروك راني نخلطها بالروبو، تجي بنينه بزاف وتجي خفيفه وتجي كيما لا كريم. هنا الروبو تاعي درت فيه كميه من البطاطا اللي كنا غليناها، درت الملح، فلفل اسود، درت قطعه تاع مارغرين، ودرت كميه قليله تاع حليب وخلطتها في الروبو. شوفوا كي تجي دايره البنات، تجي خفيفه وتجي كيما لا كريم. هذه هي لا بيوري تاعي. هنا نتوما الكميه تاع البطاطا ما ديروهاش كامله في دفعه واحده البنات، طحنوا الكميه الاولى وزيدوا الكميه الثانيه هكا باه تحافظوا على الروبو تاعكم. هذه هي لا بيوري تاعنا، تجي خفيفه وبنينه مالغري ما درتش فيها الجبن. وفي الاخير دوك تشوفوا الوصفه تاعنا تاع اليوم في صحن التقديم. وفي الاخير الوصفه تاعنا راهي واجده. هذه هي لا بيوري بالكبده تاع الدجاج. شوفوا ديك لاصوص تجي ثقيله وتجي بنينه، لا بيوري تاعنا تجي خفيفه بزاف. قدمتها بهذه الطريقه، درت لا بيوري وزدت معاها الكبد تاع الدجاج. وصفه خفيفه وسهله، نتمنى تعجبكم البنات وتجربوها. وما تنسوش البنات تخلوا لي التعاليق تاعكم، وما تنسونيش بالجيم والبارطاج. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم وتجربوها. الى اللقاء حبيباتي، نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله.